Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yasurruni ayyuha talaba al-a'izza liqa'ukum abra al-barid al-elektroni li'annana la yumkin an nataqabal an tariq wajhan biwajhin liintishar waba corona. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا الوباء سريعا وحتى نستطيع أن نتقابل في الفصول الدراسية ونأخذ الدرس من المدرسين بالمشافهة. فاليوم بإذن الله تعالى سندرس علم المعاني بالنسبة للطلبة للسنة الخامسة أو السنة الثانية من المدرسة العالية، فعندهم يعني مادة مقررة نوع من علم البلاغة، يعني علم المعاني. فموضوع علم المعاني كما تعلمون هو الكلام، والكلام هو يعني لفظ مفيد أو ممكن نقول تركيب مفيد. فهذا موضوع علم المعاني، يعني التركيب المفيد الذي يمكن أن نفهم معناه، أو بعبارة أخرى التركيب الذي يفيد فائدة تامة. فنحن عندما نتكلم أو نعبر شيئا يعني بعبارة تفيد فائدة تامة، نستطيع يعني أن نعبره بهذه الطرق الثلاثة، يعني الإيجاز أو الإطناب أو المساواة. فالآن إن شاء الله سندرس الإيجاز وبعد ذلك الإطناب وبعد ذلك المساواة. فالإيجاز تعريفه في علم المعاني هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض المقصود. يعني الإيجاز وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها، الهاء هنا إلى المعاني، وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل من المعاني وافية بالغرض المقصود. يعني ممكن بعبارة سهلة الإيجاز هو يعني نتكلم كلاما حيث المعاني في هذا الكلام أكثر من اللفظ الذي نستعمله، ولكن الغرض والمقصود من الكلام يعني ماذا أقول يفيد يعني ما نريد. يعني عندما نتكلم كلاما ونستعمل ألفاظا قليلة، ولكن المعنى تحت هذه الألفاظ كثيرة، والمقصود من كلامنا هذا يعني يفيد فائدة تامة، لا يكون يعني نقص الألفاظ يسبب إلى نقص المعاني، لا. هذا يعني من يعني جمال أو حسن الإيجاز، اللفظ قليل والمعاني كثيرة، يعني الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، ولكن نقص الألفاظ
لا يسبب إلى نقص المعاني هذا، لأن الغرض الذي نريده يعني وافيا، يعني مستوف، لا يسبب إلى نقص المعاني بسبب نقص الألفاظ. طيب، أكرر مرة أخرى، الإيجاز هو أن نتكلم بكلام أو بعبارات حيث ألفاظ هذه العبارة قليلة لكن المعاني تحتها كثيرة، مع وفاء الغرض الذي يريده المتكلم. طيب، الإيجاز في علم المعاني يعني ينقسم إلى نوعين. الأول إيجاز قصر، إيجاز قصر، والثاني يعني إيجاز حذف. طيب، ما معنى إيجاز قصر؟ إيجاز قصر يعني نرجع إلى هذا التعريف الأول للإيجاز: العبارات قليلة والمعاني التي تحتها كثيرة مع عدم حذف، يعني لا يحذف أي لفظ ولا يحذف أي كلمة ولا تحذف أي جملة. إيجاز قصر يعني العبارات ألفاظها قليلة والمعاني تحتها كثيرة ولا تحذف أي كلمة فيها في العبارات، ولا تحذف أيضا أي جملة من الجمل. هذا معنى إيجاز قصر. نأتي بمثال. المثال كما قال تعالى في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، هذه الجملة، فتحت هذه الجملة معاني كثيرة. ولكم في القصاص حياة، أيها المؤمنون لكم في القصاص حياة، يعني عبارة قصيرة لكن المعنى كثيرة. ماذا المعنى من هذه العبارة ولكم في القصاص حياة؟ يعني لو، هذا على سبيل المثال، لو أنت تقتل غيرك عمدا فسوف أنت تقتل، هذا اسمه قصاص. فعندما يفكر أحد أن عقوبة من يقتل غيره عمدا يقتل هو عقابا له، فبسبب هذا العقاب الشديد يجعل الذي يريد أن يقتل غيره لا يقتل، لا يجرؤ أن يقتل لأنه يخاف أن يقتل. فطبعا في مثل هذا الحد، في مثل هذا العقاب، سيكون يعني فيه حياة للذي يريد أن يقتل غيره. لماذا له يعني حياة؟ لأنه لو يقتل غيره يقتل، يموت. فهذا يعني العقاب من الله عز وجل كما ذكر في القرآن يعطي حياة لمن يريد أن يقتل غيره، ويعطي حياة أيضا لغيره، لأنه عندما يقتل غيره فهذا يموت، والقاتل أيضا يعاقب عليه بالقتل وهو يموت، وهذا يموت والقاتل أيضا يموت.
يعني شريعة القصاص في الإسلام يعطي حياة للذي يريد أن يقتل غيره، ويعطي حياة لغيره. ولكم في القصاص حياة، يعني أيها المؤمنون شريعة القصاص في الإسلام سيعطي لكم أيها الذين يريدون أن يقتلون غيرهم حياة، ويعطي أيضا لغيرهم حياة. ففي هذه العبارة القصيرة معان كثيرة كما شرحت أنا، من غير حذف حرف ولا كلمة ولا جملة. هذا اسمه إيجاز قصر. والغرض الذي يريده الله تعالى من هذه العبارة يعني وصل إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى من هذه العبارة القصيرة. طيب، المثال الثاني لإيجاز حذف، هذا يحذف يعني يعني يخرج، لا يذكر، هذا معنى يحذف. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك يعني الله سبحانه وتعالى وجد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا ضالا في أول الأمر، فهدى هنا الحقيقة يعني من هدى الله هنا في هذه الآية؟ يعني محمد. الأصل ووجدك ضالا فهداك، ثم حذف الكاف، حرف الكاف الذي هو هنا يعني ضمير. الضمير هو اسم في اللغة العربية، نوع الكلمة الضمير اسم. فهداك حذف الضمير الكاف هنا، وموضع إعرابه هو مفعول به لا يذكر، يحذف. لماذا يحذف هذا؟ من أجل الإيجاز. ولكن القارئ والسامع يفهم أن الذي هدى الله في هذه العبارة هو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سبق قبل ذلك ذكر ووجدك ضالا فهدى. هذا هو إيجاز حذف. طيب أيها الطلبة، كما يعني المطلوب مني أن أقول قبل ختام هذا الدرس خلاصة من هذا الدرس باللغة الأندونيسية، لأنه يوجد من الطلبة لم يفهموا اللغة العربية فهما يعني قويا، أو عنده بساطة جدا في اللغة العربية، وأيضا ممكن قد يشاهد هذا الفيديو غير من يفهم العربية. فأنقل باللغة الأندونيسية يعني طبعا أيضا موجزا. Dalam kajian ilmu ma'ani, salah satu cabang ilmu balaghah, ada pembahasan tentang ijaz, itnab, dan musawat. Apa itu ijaz? Ijaz adalah menyebutkan satu ibarat. Arti ibarat di sini adalah dalam bahasa disebut dengan kalam mufid, jadi kalimat sempurna. Ya, mungkin lebih mudah dipahami, menyebutkan satu kalimat sempurna dengan jumlah lafadznya yang sedikit, tapi makna yang dikandung dia adalah banyak. Ini namanya adalah ijaz. Jadi satu kalimat sempurna, jumlah lafadznya sedikit, makna yang dikandung oleh kalimat itu adalah banyak. Ini namanya adalah ijaz. Kita beri contoh, ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan lahul khalqu wa lahul amru. Bagi Allah lah penciptaan dan bagi Allah lah segala urusan. Maka ini kalimatnya sangat singkat, tapi makna di dalamnya adalah
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah menciptakan segala sesuatu. Walahul amru, segala urusan, urusan ini, urusan ini. Kalimatnya sedikit tapi makna di dalamnya adalah sangat-sangat banyak. Ini namanya adalah ijaz. Ijaz ini dibagi dua, ada ijazu qasrin. Jadi ringkas. Ijaz ini bahasa lain adalah ringkas. Jadi pernyataannya ringkas, mengandung makna banyak di dalamnya. Pertama adalah ijaz qasar. Ini adalah ringkas dengan memendekkan. Apa yang dimaksud adalah bahwa kalimat sempurna tadi, lafadznya sedikit, tapi maknanya banyak dengan tidak membuang apapun atau menghilangkan apapun, baik huruf dalam bahasa Arab maupun kata maupun kalimat. Sebagai contoh, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian, hai orang-orang yang beriman, dalam syariat qisas itu ada kehidupan. Ini ibarat adalah singkat, tapi makna di dalamnya bahwa dengan pemberlakuan syariat qisas, maka ini akan memberikan kehidupan kepada orang yang ingin membunuh orang lain. Karena orang yang membunuh orang lain itu dia akan juga dihukum bunuh. Dengan demikian dia akan mati. Orang yang dia bunuh juga mati. Tapi dengan pemberlakuan qisas, maka pada syariat qisas ada kehidupan. Bagi siapa? Kehidupan bagi orang yang ingin membunuh orang lain, karena dia lihat hukumnya sangat berat sehingga dia berhenti enggak membunuh orang lain. Sehingga dia tidak jadi dihukum bunuh. Orang yang ingin bunuh juga enggak jadi dia bunuh, maka ini memberi kehidupan kepada kedua belah pihak. Jadi kata ini, kalimat ini singkat tapi makna yang dikandung dia adalah banyak. Ini namanya ijaz qasar, tanpa menghilangkan satu huruf pun atau kalimat atau kata. Yang kedua adalah ijazu hasfin. Ini adalah dengan kalimatnya singkat tapi dalam kalimat itu ada yang dibuang. Dalam bahasa Arab nanti bisa dibuangnya adalah huruf, bisa dibuangnya adalah kata, kalimah, bisa dibuang malah jumlah. Banyak dalam Al-Quran, karena memang Quran itu sifatnya adalah mujmal, dia global, maka banyak sekali dalam Al-Quran itu yang dibuang, jumlahnya tidak disebut karena sudah dapat dipahami. Misalnya, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu Muhammad sesat, lalu Allah memberi petunjuk. Nah, kepada siapa diberi petunjuk di sini? Tidak disebut. Seharusnya kalau secara ini adakah? Wa wajadaka dhallan fahadaka. Tapi kafnya dibuang. Ini namanya adalah ijazu hasr, meringkas dengan membuang. Apa yang dibuang di sini adalah dhamir kaf. Tapi adakah dengan membuang ini kemudian menjadi rusak, kalimat tidak bisa dipahami? Tidak. Karena sudah dapat dipahami, wa wajadaka dhalla fahada, pasti kamu juga, enggak mungkin orang lain. Jadi membuang tapi tidak merusak. Inilah yang disebut dengan ijaz. Jadi keindahannya di mana? Keindahannya adalah di kemampuan seseorang menyampaikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang banyak di dalamnya. Baik itu dengan pola tadi ijaz qasar tanpa membuang apapun, atau bahkan dengan membuang apa itu kata, apa itu kalimat, tetapi tetap tidak merusak tatanan makna yang dikandung di dalamnya atau maksud yang dituju oleh orang yang menyampaikan ini. Ya, itu ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.